السلام عليكم صحابي، لاباس؟ كلشي على خير؟ نتوما مزيان؟ الحمد لله الحمد لله. وما عرفتش واش راكم مزيان ولا لا، ولكن دائما حسن الظن في الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا بخير، وما غتكونوا غير بخير. اللي تيامن بالله ديما بخير. عجبا لامر المؤمن امره كله خير. المهم اليوم واحد الحلقه جديده في اطار الحلقات اللي كندير على قبل القناه ديالي اللي سميتها المهاجر، واللي بغيت نهضر فيها ونطرق فيها لبزاف ديال المواضيع اللي تيعرفها المهاجر فين ما كان، في كندا، في اوروبا، في المانيا، حيت كيف ما قلت شحال هذه الموضوع ديال الهجره هو موضوع واحد. وعاد غادي نهضر على كندا بزاف بطبيعه الحال، لانني انا ساكن هنا في كندا تقريبا واحد 16 سنه، فيها تجارب كثيره الحمد لله. وبغيت نوصل شي شويه واخا غير شي شويه من هذوك التجارب اللي عشت انايا للناس اللي باغيين يجيو لكندا او اللي باقي عاد جا لهنا، باش ما يطيحش في بعض الاخطاء اللي طحت فيها انايا واللي طاحوا فيها بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم دابا. حيت تنجلس مع بزاف ديال الناس، راه كل واحد وفاش تقولب مثلا الى اخره، وتنجمعوا ديك الهضره وبغينا نوصلوها للناس اللي باقيين يلاه باغيين يجيو. علاش؟ لان كندا ما معروفاش بزاف، ماشي بحال فرنسا ولا ايطاليا. كتقول فرنسا، كتقول ايطاليا، اسبانيا، راه بزاف جدودنا والناس يعني زمان هذا، والناس تتهاجر لفرنسا وتجي كيعاودوا لنا على فرنسا ويعاودوا لنا. كندا لا، كندا راه حطينا رجلينا ما تنعرفوا حتى شي حاجه. وانا مازال حتى لهنا يعني راه الناس اللي جاو قبل مني في التسعينات 90 91 راه تتقول كندا راه المجهول، نيشان المجهول ابو حبيبي. مازال دابا راه شي شويه مع اليوتيوب والهضره وكذا الى اخره. الناس اللي جاو في 2016 2017 راه ماشي بحال اللي جاو في 2007 2008 2009 2010. انا من هاد الحقبه، من هاد الناس اللي جاو في هاد الفتره ديال 2009 2010. وفي هذيك الوقيته راه ما كانش اللي يقول لك شي حاجه على كندا، راه غتشاش. دابا هذا هو علاش درت هاد القناه، باش يعني واحد الاجر نديه انايا في هاد الباب. هذا هو واحد الحاجه بغيت نقولها، يعني قبل ما نهضر في هذا البروجي هذا، هو في هذا المشروع. بانت لي غير واحد العقليه اليوم بغيت ندوي عليها، كتبرزطني شي شويه انايا قبل ما ندخل في صلب الموضوع. وهي العقليه ديال الناس اللي عايشين في المغرب، كيفاش كيشوفوا الناس اللي عايشين في الخارج. راه خاصكم تبدلوا هذيك العقليه، الله يرحم بها الوالدين. اولا حنا ما سميتناش صحاب الخارج، صافي. ديك الهضره ديال صحاب برا صحاب الخارج، راه ما هضره ما استحمص هذيك، انا راه ما كتعجبنيش. حنا راه ماشي صحاب الخارج، حنا راه مغاربه. كنت نقول مخاربه، راه المغرب ولا راه كتشوف شي حوايج، راه لا اله الا الله. راه المغاربه مغاربه حنايا عايشين برا، كتب الله المكتوب وجينا تنعيشوا اللي قسم الله في هذه البلاد. هذا هو. حنا ما درنا لها ما انا بعدا ما كنتش كنعرف كندا، ما تنسمعش بيا كاع، حتى كتاب المكتب. والحمد لله، اللهم لك الحمد، فرحان وبخير وعاجبني الحال، ما كاين حتى مشكل. غير نتوما حيدوا ديك الهضره ديال ها هما صحاب الخارج، وحنا ماشي صحاب الخارج. راه غنحيد لك شي نيف، حنا راه مغاربه، مغربي بحالي بحالك، باش فهمتي؟ ولا حسن كاع، لان زايد شي تجارب عليك، وزايد شي قرايه، وزايد ديك العياقه خصك تحيدها منك، ديال هاد صحاب برا، ها هما جاو صحاب برا، ها هما جاو عاوتاني، ها هما ما تجمعوش كلشي عاوتاني. انا متفق معاكم، شي وحدين تيدخلوا معاهم داك التفنطيز وديك العياقه ديال برا كما تنقولوا، ديال تفنطيز فرنسا وهذا. ولكن حاولوا تحيدوا منكم هاد، راه المغربي تيبقى مغربي فين ما مشى. وهذا هو الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم، وهي الهويه، هويه الانسان. الهويه ديال الانسان الا ما كانش عنده هويه راه ما يقدرش يعيش. ما يمكنش تجي تقول لهم انا هنايا انا كندي ولا انا فرنساوي ولا انا طالياني، هذه ما كايناش. وتضرب 30 عام و40 عام و160 عام انت مغربي بلا عياقه، والمعلم هو اللي حافظ على تا مغربيت ديالو فين ما مشى، لان هذيك هويه ديالك اصاحبي. الا حيدتيها منك راه بنادم يضحك عليك، كتسمى ناكر اصاحبي. الاصل ديالك وناكر الثقافه ديالك. الثقافه ما تنكروهاش، ولكن كنتعاملوا معها بذكاء. هذيك الثقافه كتسمى عند المفكرين الكبار بحال الجابري الى اخره، كتسمى بالتراث. التراث الموروث. ما معنى موروث؟ يعني جبناه، وحنا عاد جبناه. حنا دابا صايبنا شي حاجه، شحال ديال الهضره تتقال ما صايبناهاش حنايا، صايبوها جدودنا. ولكن انت بوراس خاصك تقابل مع هذيك الهضره وتقول هذيك الهضره واش صالحه ليا ولا ما صالحاش ليا. هذه هي الخدمه ديال بصح، واش صالحه لهذا الوقت ولا ما صالحاش لهذا الوقت. لا صالحه لهذا الوقت غنخدم بها، وإلا ما صالحاش الوقت لهذا الوقت غنلوحها وما عندي ما ندير بها. هذه خدمه زوينه وخدمه نقيه كما تيقولوا المغاربه ديالنا. صافي، هذه غير واحد يعني واحد الدخله درتها على الموضوع ديال الهويه. ان شاء الله يا ربي غادي نتطرق ليه في القادم من الايام.
ملي تنقول غنطرق ليه انا، ما انا جابري، ما انا اركون، ما انا فيلسوف، ما انا مهاجر مغربي بسيط الحمد لله. ملي تنقول بسيط ما تنحكاش راسي، تنقرا الحمد لله وعلى اطلاع وعلى ثقافه وجبتها من عند والديا ومن عند الاساتذه اللي قراوني الى اخره، وكينفعني داكشي في الحياه اليوميه ديالي، وتنبغي نخرجو في اطار، ها انت فهمتيها، هي هذيك، علم ينتفع به، زيد على الصدقه الجاريه، هو ولد صالح يدعو له. الى ذلك الحين، السلام عليكم.